لو جيت قلت لك عايزين نبني الزمالك من اول وجديد، بمعنى مش عارف حظي وحش ولا غباء من الاخرين. صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، هنفور نادي الزمالك، احنا علينا ديون بالكون وعايزين ننظف الفرقه ونبني ونفتح صفحه جديده وكأن النادي ده لسه جديد. هتعمل ايه؟ الزمالك كده كده مصنع النجوم. صح. انا كده. احنا هنبيع، ندور على عرض حلو كده لفتوح ونبيعه ب 4 5 مليون دولار ولا بثلاثه حتى، يبقى انت خدت مبلغ زي ده بزيرة. لو جاي له عرض زي ما بتقولوا من السد القطري ب 5 مليون دولار ولا بسته ولا باربعه، بيعه، امسك المبلغ الكبير ده وابني، نظف، ادفع ديونك، فك قيدك، ادفع الرواتب بتاع اللعيبه، ابدا من اول وجديد على نضيف. صح. يعني بيع لعيبه لحد ما تبدا من اول وجديد على نضيف، وانت تقدر تطلع نجوم وتقدر تكتشف نجوم وتقدر تلمع نجوم، بس يبقى عدينا مرحله المشاكل دي كلها، يبقى بدانا من اول وجديد، مسحنا باستيكه. انا شايف ان ده انسب حل مجلس الاداره لو هو عايز فعلا ينقذ نادي الزمالك يعمله. انت ندمت ان انت ما بعت زيزو، كان جاي له 7 مليون دولار، ولا انت بعته استفدت بالفلوس، ولا انت عرفت تجدد له ومشي في الاخر ببلاش، ما دخلتش النادي مليم من ورا زيزو. ودي يعني اكبر فضيحه حصلت في مجلس اداره نادي الزمالك تقريبا. يعني مرتضى منصور لما كان بيتزنق مع لاعب ما اعرفش يمضيه كان بيبيعه وبيستفاد، كان بيبيع النجوم بس كنا بنستفاد فلوس على الاقل. انما حسين لبيب ابيض يا ورد، ابيض يا ورد. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ فانت لازما بزيرة جاله عرض مش الواو برضك لحد دلوقتي، يا فرحتي بيقعد يرقص بس مش ايجابي. فلو جت بعته مع بيعه فتوح مع لاعب ثالث مثلا، طبعا انت خلاص سبت ناصر ماهر والقصه دي، فابني بقى من اول وجديد ونظف بقى، معاك فلوس ودفعت الديون ودفعت المرتبات، معاك زياده بقى، هات صفقات، هات لعيبه تقدر تديها مرتباتها، ابني النادي واحده واحده واستثمر في النادي، والعمليه سهله والله مش قصه، بس اللي يشتغل صلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم، نشوف كل